زيزو وجاره الجديد. كل يوم سبت زيزو بيكون عنده مشوار مختلف. ماما بتديله فلوس عشان يروح المحل اللي في أول الشارع يشتري لها مجلتها المفضلة، وبالباقي بيشتري لنفسه حاجة حلوة. الشهر اللي فات في عيلة جديدة جت تسكن في البيت اللي جنب بيت زيزو، وعندهم ولد مش لطيف خالص. الولد ده بقاله أسبوعين بيقف يستنى زيزو وهو خارج من المحل وياخد منه الحلويات بتاعته. الولد ده أكبر من زيزو، وزيزو بيخاف منه ومش عارف يتصرف معاه إزاي. ممكن تتناقش معانا في التعليقات على الفيديو، وممكن تفكر مع ماما أو بابا أو أي حد بتحبه وبتتفرج معاه على القصة دي. تفتكر إيه مشكلة زيزو بالظبط؟ يا ترى زيزو حاسس بإيه؟ وليه ما قالش لحد على اللي بيحصل؟ عمرك اتعرضت انت او حد من معارفك لمشكلة زي دي؟ حد ضايقك قبل كده وقال عليك كلام دمه تقيل او ناداك بأسماء سخيفة؟ عملت ايه في الموضوع ده؟ والحكاية خلصت ازاي؟ تعالى نكتب شوية افكار ممكن تساعد زيزو يحل المشكلة دي. اختار اكتر فكرة منهم تحس انها هتساعد زيزو وقول لنا اخترتها ليه. ممكن تبص على الافكار كلها وترسم دايرة حوالين اللي تشوف إنه ممكن يساعدك أنت كمان. هنستنى حكاياتكم في التعليقات، واستنونا في قصة جديدة من يوميات زيزو.